الخير. أعزائنا الطلاب وأعزائنا أولياء الأمور، زمايلنا في كل مكان في القطاع السياحي، في المؤسسات التعليمية للسياحة والفنادق، كليات ومعاهد، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا صحيح بننهي العام الدراسي وعندنا امتحانات، ولكن برضو ده ما يمنعش ان احنا نقول لكم تابعونا في المؤتمر العلمي لقسم الدراسات السياحية، وده المؤتمر الأول إن شاء الله اللي بنعقده النهاردة بمقر معهدنا، المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بشيراتون. الحمد لله، يعني حدثنا رؤيتنا ورسالتنا، عملنا الخطه الاستراتيجيه بتاعتنا، بننتهي بيها، بنشتغل دلوقتي على توصيف المقررات والبرامج، معانا مراجع خارجي الحمد لله، يعني بفضل ربنا ان شاء الله يا رب. بس مين اللي هيشهد؟ هو اللي هيشهد رئيس القسم ومدير وحده الجوده. لا والله انا ما بشهدش ده، والله يا دكتور بالشهاده، الشهاده هنا ممنوحه، بس الحمد لله يعني بفضل ربنا ودعم سياده العميده وسياده الوكيل ومشاركه الزملاء بصراحه، يعني اللي انا شايفاها ما شاء الله عليهم، الكل بيسعى ان احنا نصل الى حاجه زي كده، وبنسعى الحمد لله. مؤمنين بالجوده، فطالما مؤمنين بيها ومش بنقول الجوده مجرد ورق، طبعا لا، عندنا الحافز وعندنا هدفنا محددينه. ان شاء الله قبل سنه نكون مخلصين، ولا بلاش اقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله، نتمنى. المكان الطلبه اللي هم طالعين طبعا ده المعهد ده معتمد، يعني حاجه. وفتح التخصصات الفرعيه ان شاء الله، سواء اداره المطاعم او شركات الطيران. لا، الحقيقه هو عنصر جذب كمان للفرقه الاولى، الطلاب المستجدين، ده بيديهم فرصه، وبيبقى عندنا برضه زياده اعداد، لان احنا محتاجين علمنا ده، خلينا نقول علمنا ده ننشره على مستوى واسع. احنا محتاجين فعلا في سوق السياحه طلاب متخصصين، فما كانش النخبه دي من اعضاء التدريس هم اللي يدوهم علمهم، فيعني القطاع بصراحه مش هينفع. ان شاء الله الزياره الجايه كليه بدائيه ان شاء الله هيسعدنا وهيشرفنا. الحقيقه هو مؤتمر يعني لسه بندشنه اول مره، وان شاء الله هتكون تجربه رائده، واذا ربنا احيانا ان شاء الله السنين الجايه هنعمل مؤتمر لكل قسم، وفي الاخر نعمل مؤتمر مشترك للمعهد كله بعد ما نطلع بتوصيات الاقسام. دكتوره دعاء فتحي، استاذ مساعد بقسم الدراسات السياحيه. طبعا بشكر حضرتك يا استاذ محمد، وبشكر منصه السياحه اليوم على التغطيه لمؤتمرنا، المؤتمر العلمي الاول لقسم الدراسات السياحيه. المؤتمر بتاعنا كان قائم على الابحاث الطلابيه، لان هو مؤتمر طلابي. ناقشنا فيه محورين، محور الاستدامه ومحور الرقمنه. كان في مجموعه من الابحاث القيمه المثمره، خرجنا منه مجموعه من التوصيات الناجحه جدا الحمد لله، ونتمنى تطبيقها ان شاء الله. وان شاء الله وعدنا طلابنا ان احنا العام القادم يكون المؤتمر العلمي الثاني للقسم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتوره ساره عاطف، مدرس بقسم الدراسات السياحيه بالمعهد المصري العالي للسياحه والفنادق. احب اشكر حضرتك يا استاذ محمد على حضورك ووجودك الدائم معانا ومتابعتك لاي فعاليات خاصه بالمعهد. احب اشكر استاذ دكتور عزه مسعود عميده المعهد، ورئيس القسم استاذ مساعد دكتور دعاء. احب اشكر كل الزملاء، واشكر الضيفه الكريمه اللي حضرت النهارده، اللي كان اول مره اتشرف بحضورها وان انا اشوفها، واتشرفت بيها جدا، استاذ دكتور هدى لطيف. بصراحه احنا تعبنا في المؤتمر ده جدا، قعدنا اشتغلنا عليه في وقت قياسي خلال اسبوع، بس بصراحه كل اعضاء هيئه التدريس كانوا واقفين مع بعض قلبا وقالبا. تعبنا فيه، واتمنى ان هو يكون ناجح بالشكل المطلوب. كمان نسيت اخص بالشكر سياده الوكيل والهيئه المعاونه، استاذه اسراء ان شاء الله دكتوره المستقبل، والطلبه كمان. الطلبه ساعدونا جدا، قعدوا معانا، وكنا امبارح واول امبارح شغالين على قدم وساق، ولكن وقفوا معانا وقفه كويسه جدا. أنا الدكتورة تحية طلال مصر، مدرس بالمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق. في البداية بحب أشكر منصة السياحة اليوم على التغطية الإعلامية الخاصة بالمؤتمر العلمي الأول لمعهد السياحة والفنادق في مصر الجديدة، وبتقدم بخالص الشكر للسيدة العميدة الأستاذة الدكتورة عزة مسعود على دعمها الدائم لينا، وعلى تنفيذها معانا بجهدها الوافر لتقديم هذا النجاح في المؤتمر العلمي. وكافة الزملاء من رئيس القسم الأستاذة الدكتورة دعاء فتحي، ودكتورة عزة عبد السلام، ودكتور سارة عاطف، ودكتور طارق، ودكتور منى عادل، وطبعا دكتورة المستقبل أستاذة إسراء. وبشكر الطلبة شكر عميق
جدا جدا على مجهودهم معانا وعلى مساعدتهم لينا، يعني بخص بالشكر إدارة المعهد على دعمهم لينا الدائم في إخراج مثل هذا المؤتمر العلمي، وإن شاء الله في انتظار العام القادم المؤتمر العلمي الثاني بقيادة الطلبة إن شاء الله. خالص الشكر والعرفان للسيدة الضيفة الأستاذة الدكتورة معالي العميدة الأستاذ الدكتور هدى لطيف، أستاذتي الغالية وقدوتي، ويعني خالص الشكر لترحيبها يعني بوجودها معانا في المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الدكتور طارق السباعي، مدرس في قسم الدراسات السياحية المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق. احنا النهارده في عرس علمي كبير، عرس علمي ومحفل علمي كبير جدا. المؤتمر الأول لقسم الدراسات السياحية بعنوان التقنيات التكنولوجية والاستدامة السياحية. طبعا أنا حابب طبعا أوجه الشكر طبعا للأستاذة الفاضلة الأستاذ الدكتور هدى لطيف على حضورها معانا وتشريفها معانا المؤتمر. من قوله من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أحب كمان أوجه الشكر للدكتورة عزة مسعود على مجهودها ودأبها الدائم معانا وحسها معانا في كل حاجة، واللي هي دايما بتشجعنا على اللي احنا نعمل أنشطة ومشاركات محلية ودولية سياحية حافلة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة عزة عبد السلام، أستاذ قسم الدراسات السياحية بالمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق. طبعا الحمد لله أنا يعني سعيدة جدا بالمؤتمر النهاردة. الحمد لله بفضل ربنا ده المؤتمر العلمي الأول لقسم الدراسات السياحية، وسعيدة بمشاركة الطلاب الفعالة في المؤتمر وتبادل الخبرات والمعارف والتبادل الفكري والثقافي اللي تم منهم. وبرضو من ضمن سعادتي طبعا مشاركة الدكتورة هدى لطيف في المؤتمر والاستفادة الكبيرة اللي احنا والطلبة استفدنا منها النهارده. مبدئيا احب اشكر حضرتك على التغطية الصحفية اللي حضرتك عملناها والاجواء الجميلة اللي حضرتك كنت موجود معانا فيها. وزيرة إعلام، اتفضل. واحب طبعا اتوجه بالشكر لعميد المعهد استاذ دكتور عزة مسعود ورئاسة القسم وكل دكاترتي في القسم. وطبعا كان شرف ليا ان انا ابقى في مؤتمر والاجواء دي كلها موجوده. ده اول مؤتمر لقسم دراسات سياحيه في المعهد المصري العالي للسياحه والفنادق. ده كان شرف ليا ان انا اكون في حضراتهم جميعا واستفيد من خبراتهم جميعا. فطبعا ده يعني شرف ليا وبشكرهم جميعا على الدعم والحافز اللي هم بيقدموه لي اللي انا دايما اكون في الافضل. احب اتوجه بالشكر لجميع دكاترتي. والله بص بقى بالفيديو والصور وكل حاجه. خشوا يا جماعه، هو ده بقى اللي بيبقى، الحب ده هو اللي بيبقى بين الناس. والله ربنا يديم المعروف والمحبه بيننا كلنا يا رب. مش عايزين حاجه بالدنيا غير الناس تحب بعضها.